في الفيديو ده هنتكلم عن بعض الأدوية والأدوات الأساسية اللي لازم تكون عندك في البيت كإسعافات أولية للأرنب. مهم نعرف إن الحاجات دي مش بديل عن الدكتور البيطري، هي بس بتساعد في بعض الحالات لحد ما نقدر نوصله. أولا، محلول جفاف الأطفال مهم جدا. لو الأرنب وقف أكل وشرب نقدر نديله منه بسرنجة بدون سن علشان يمنع الجفاف لحد ما نروح بيه للدكتور. لو المحلول مش متوفر ممكن ندوب علف أرانب في شوية مية ونديهوله بنفس الطريقة، أو حتى نضرب شوية خضار في الخلاط ونديهوله، ودي اسمها تغذية إجبارية لأن خطر جدا الأرنب يفضل من غير أكل اليوم كامل. سرنجة من غير السن بنستخدمها علشان ندي الأرنب محلول الجفاف ده أو أي دواء سائل الدكتور يكتبه. سايموثيكون، وده دواء خاص بالأطفال وآمن على الأرانب، ونقدر نجيبه من الصيدلية البشرية عادي، وده بينفع جدا مع الأرنب لو لاحظت إن بطنه بتوجعه أو لو وقف أكله حمام، ودي علامة خطر جدا عند الأرانب وما ينفعش نستنى عليها. ممكن تديله منه حوالي 3 مللي كل 4 ساعات أو لحد ما يتحسن ويبدأ ياكل تاني. وبالإضافة للدواء جرب تدلك بطنه بالراحة واعرض عليه أكل بيحبه زي الفاكهة. بتدين أو كحول طبي، وده مهم عشان نطهر أي جرح صغير علشان نتجنب التلوث لحد ما نوديه للدكتور. قصافة أظافر قطط، ودي بنجيبها من محل مستلزمات الحيوانات الأليفة. الأرانب ضوافرها بتطول على طول ولازم نقصها بانتظام كل شهر أو 2 مرة، لأنها لو طولت قوي ممكن تسبب مشاكل في المشي أو تتكسر وتعوره. ونخلي بالنا إننا نقص الطرف الأبيض بس من الضفر لأن بيكون فيه عصب ممكن يوجعه أو يتعور. بوكس للأرنب ضروري لو اضطرينا نروح بالأرنب للدكتور أو لو احتاجنا ننقله من مكان لمكان، ومهم إن يكون حجمه مناسب إن الأرنب يقعد فيه مرتاح ويلف جسمه جواه. ممكن مؤقتا نستخدم كرتونة حجمها مناسب ونعمل فيها فتحات صغيرة علشان النفس، ونفرش جوه البوكس أو الكرتونة فوطة أو مفرش ناعم علشان الأرنب يكون مرتاح. دي أبسط الحاجات اللي لازم تكون عندك في البيت لو مربي أرنب، وكلها حاجات متوفرة ورخيصة لكن مهمة. مهم نعرف إن مش كل أدوية البشر أو حتى القطط والحيوانات التانية تنفع للأرانب، لازم نسأل الدكتور قبل ما نديله أي علاج وهو يحدد الدواء والجرعة المناسبة. مهم كمان تكون عارف مكان عيادة بيطرية قريبة منك علشان لو أي حاجة حصلت ممكن تكتب اسم منطقتك على جوجل مابس وجنبها كلمة بيطري بالشكل ده، وهتظهر لك كل العيادات البيطرية اللي في منطقتك وأرقامهم كمان. لو الأرنب تعبان أو لاحظت عليه أي أعراض لازم توديه للدكتور البيطري في أسرع وقت. وبس كده، تابعوني عشان تعرفوا كل حاجة عن تربية الأرانب كحيوانات أليفة.